سيادنا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم قناة زكريا تي في. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نستفتحوه بأحر التعازي اللي كنقدموها للأسر والعائلات ديال الضحايا اللي توفاو في فاجعة إقليم الحوز، واللي عشناها كامل على اعتبار أنه كانت هزات ارتجالية في مجموعة من المدن المغربية. ولكن كيبقى مركز الزلزال أو بؤرة الزلزال كما كيقولوا صحاب الجيولوجيا علماء الجيولوجيا. الله يرحم اللي ماتوا والله يشافي اللي باقي حيين ان شاء الله. الله نتمنى الله سبحانه وتعالى ان هذه الازمه هذه تمر بسلام ان شاء الله على في الفتره الصعيبه اللي كنعيشوها. هذه الفتره ديال ما بعد الزلزال وهي اصعب بكثير من الزلزال، لانه دابا عمليه الانقاذ مازال مستمره في كاع المناطق تقريبا في اقليم الحوز كامل. باقي في كاع عملية الإنقاذ، ومن بعد غادي إن شاء الله نتمنى ندوزو باش تكون عملية أخرى ديال الإيواء ديال المتضررين. هاد الورش اللي هو ورش كبير تفرض على المغرب أنه باش يدخل به باش دار إعادة هيكلة لمنطقة الحوز، ويدار واحد المساكن اللي هي صراحة أحسن من المساكن اللي كانوا، لأن المساكن لأن تما كيبنيو غير بالطوب وبالحجر، ما كيستعملوش البريك، يعني كاين البناء العشوائي تما بزاف على حسب الإمكانيات ديال السكان ديال المنطقة. يعني صعب عليهم أنهم باش يجيبوا يعني باش يدير خبرة ويدير بزاف ديال المسائل كتصعب عليه، وهذا هو الوقت لأن جميع المنازل اللي كاينة تما خاصها تريب. حاليا دابا خاصها تريب، دابا واش جاية الشتا، وكيما كيما شفنا في الصور اللي في المواقع التواصل الاجتماعي واللي في القنوات ديالنا، القنوات العربية العالمية حتى هي نقلت مجموعة من الصور. هاد الصور هادي اللي بينات حجم المأساة اللي كاينة في الأطلس، اللي كاينة بالضبط في إقليم الحوز، جماعة إيغل بالضبط، جماعة إيغلي اللي كانت هي مركز الضربة، وكان مجموعة من الدواوير أخرين اللي تا هما تضرروا بشكل كبير. وكيما عشنا الأيام هادي عشنا واحد الحملة ديال تضامن كبيرة ساهمت فيها بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي. حملة ديال التضامن بالنسبة لهاد الناس هادو اللي كانت تبارك الله، يعني واحد الحملة كبيرة 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 بزاف، عمرها ما كانت في المغرب. دازو أزمات أخرين ولكن هادي بزاف، هادي أكبر، يمكن أكبر حملة دارت في تاريخ المغرب ديال التضامن بالتطوعي شعبي محض. تضامن تطوعي شعبي محض، كنسطر على هاد الكلمة ديال الشعبي محض. وكاينة حتى المساعدات ديال الدولة اللي تا هي كيستافدو من الناس دابا حاليا في الإقليم ديال الحوز، بالتضامن الشعبي وبالمساعدات ديال الدولة وكذلك المعاونات الخارجية. غادي إن شاء الله غادي نعديو هاد الأزمة، غادي نفوتو هاد الأزمة هادي. ولكن اللي بغيت نقول في هاد الفيديو اللي بغيت نهضر عليه أنه بكل صراحة سقط القناع. علاش سقط القناع؟ لأن سقط القناع على الفاعلين السياسيين في المغرب. لحد الساعة أنا كنهضر على الأحزاب السياسية بالضبط، لحد الساعة التحركات اللي كانت التحرك الكبير الإعلام واللي هو فخر لكل مغربي، التحرك ديال صاحب الجلالة اللي عاد بسرعة إلى المغرب وعطى التعليمات ديالو بواحد الشكل مستعجل. لا وغير ذلك أنه مشى حتى لمراكش
وتبرع بالدم ديالو. يعني هذه الصور يعني من أرقى الصور اللي ممكن نفتخروا بها في بلادنا، نفتخروا بلي راه عندنا ملك. من القيمة ديال الملك ديالنا محمد السادس نصر الله وأيده. ملك عظيم بكل 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 ما تحمل الكلمة من معنى. يعني القلب الكبير اللي ما عمره ما يخوي بيك، اللي ما عمره ما يخوي بالمغاربة صراحة. الإجراءات اللي اتخذت، كذلك التدخل ديال القوات المسلحة الملكية، كان فعال جدا، وهو اللي مبني عليه دابا عملية التدخل في المناطق، لأنه هو لا باز. وكان من جهة أخرى كان التضامن الشعبي اللي كما كنا قلنا كان منقطع النظير. ف العملية كلها باش نبسطوها، المؤسسة الملكية والشعب غاديين جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب. ما كاين لا برلمانيين، لا سياسيين، لا رؤساء جماعات، لا رؤساء مجالس، سقط القناع عليهم كاملين. وحتى الناس ديال الحكومة، الله يهديكم، الله يهديكم، خذوا شي إجراءات من ذاتكم من راسكم. من كاع ما تسناوش. حنا علاش حنا كنبقاو نتسناو تيجي الاوان؟ واش الخير مثلا اي وزير كان متطوع وبغى يتطوع يدير الخير غادي يقول لشي واحد لا؟ بالعكس، المؤسسة الملكية ولا الشعب المغربي غادي يسبقوا ليه، غادي يزيدوا معاه، غادي يشجعوه. علاش هاد الهربة؟ علاش فين هربتوا؟ فين كاينين؟ علاش ما كتبانوش؟ وتا رؤساء الأحزاب والأمناء العام والأحزاب حتى شي واحد ما دار والو، أنه مشى يتبرع بالدم، يبان في التلفازة يمشي يتبرع بالدم. والشبيبة، الشبيبة الحزبية، فينك الشبيبة الحزبية؟ فينك الشبيبة الحزبية؟ والو، بخيات وليتو صراحة. هادشي راه بزاف بزاف، هادشي راه سكتو. ما كاين لا حملات للتبرع درتوها، لا. الغريب في الامر، ان الحكومه اللي كاينه دابا اغلبيه ديالها من هذوك المناطق، من سوس ومن الحوز. اغلبيه ديالهم ياك هما اغلبيه شلوح. وفين هما؟ هما والو، ما كاينينش والو. يلا بانت فاطمه الزهراء المنصور ديك المره في مراكش ديك الليله، عاد واتو كدا وداكشي، راه كاين تعليمات ما تعليمات، ومشيتي غبرتي ما بقيتيش كتباني. انت كعمدة ديال مراكش وكوزير ديال الاسكان، هاد ثنائية المناصب بعدا خصو يتعاود في النظر. راه ما يمكنش ثنائية المناصب، راه ما يمكنش، راه بزاف. هذا هو المشكل اللي كاين مع الهيئات السياسية عندنا. اش خلاها سي محمد الخياري بواحد السكيتش ديالو قديم، هي ما كان الخياري خياري كيكونوا طايرين كيهبطوا من 5 سنين ل5 سنين كينقبوا كيعاودوا يطيروا، ما كتمشي حتى كدوز 5 سنين اخرى. غير ورا المغاربه ما كينساوش، وما غينساوش هادي. وانا تنقول لدوك الناس اللي مشاو يتبرعوا، الله يرحم لكم الوالدين، هزوا معكم الحجر وجيبوه، ولا خبر في راسكم ولاش الحجر. هذاك الحجر يطيح على الناس، هزوا جيبوه معكم في الطوموبيلات، وغينفعنا من دابا لواحد عامين اخرى مع 3 سنين. داك هو اللي قال، ماشي انا اللي قلت، هو اللي قال. الا ما درناش هادي من ال5 سنين
والمغاربه يضربونا بالحجر، وهذا الحجر موجود عند الله، وحجار حجار نيت، حجار ما يقدروا لا سيدي ربي يخارقوا صراحه، لانه هادشي كيضر في القلب، والله العظيم لا كيضر في القلب، كيضر في الخاطر كاع، كيضر بزاف. الصوت رهيب ديال الحكومه، الجمعيات ديال السياسيين ديال اللي هما ديال الاحزاب وكذا، عندنا 33 حزب حتى شي واحد فيهم ما بان، حتى شي واحد فيهم ما بان عباد الله. ونهار الحملة كيبداو يدورو طان 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 دايرو تبدا سطيح ورديه كدا طان طان يجمعو الناس كدا 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 هادي. سبحان الله العظيم، والله تايا ما تحللت، تايا ما بغيت تفهم، ما كتفهم والو فهادشي. المهم ساليو مع هادو ديال الاحزاب ديال والو. راه ليا غادي ندوزو ديالنا حنا اللي هما فئات الشعب اولا الفئات الشعبيه، الناس اللي هما متبرعين ومشاو. الله يرحم ليكم الوالدين، خصكم تعرفوا على طبيعه المنطقه، طبيعه الناس ديال هذاك المجتمع محافظ. انت غادي بالشرط، دونك الناس اللي كيمشيو بالشرطات وغادي يعاودو يمشيو بلا ما يمشيو بالشرطات، الله يرحم لكم الوالدين، سيروا بسراولكم. اصلا دابا راه جاي البرد، سيروا بسراولكم. الناس اللي كيتلقاو القافلات والقوافل اللي غادا، راه سمعنا وغادي نشوفوا واحد الفيديو فيه واحد المجموعه من الاخوان اللي تبارك الله عليهم داروا واحد المجهود كبير في هذا الاتجاه. غادي تسمعوا الناس هادو اللي غادي نخليهم لكم في الاخر ديال الفيديو شنو قالوا على شنو كيتعرض شنو كيتعرض القوافل دابا، شنو داكشي المشاكل اللي كيتعرضوا لها القوافل. باش تفهموا، لان كاين مشكل بالضبط ديال عدم التنظيم وعدم الثقه. وانا نقول لكم علاش عدم الثقه، عدم التنظيم في العمليه. كيفاش هاد العمل تنظيم؟ دابا كاينين شي وحدين، كاين شي مناطق اللي ديجا يستافدوا من المساعدات، وصلهم المساعدات وعاودوا وصلهم القوافل اخرى وكذا وكذا. كاين المنطقه اللي ربما عندها 3 4 المرات دازت عندها قوافل، ولا عندهم ستوكاج ديال الحليب، ستوكاج ديال الماكله، ديال كلشي. وتنعرفوا واحد القضيه، دابا التيار الكهربائي مقطوع تما، لان صعيب باش يدير التدخل باش يعاودوا صايبو دابا، لان دابا باش يخليو الطريق بالنسبه للعمليات ديال التدخل ديال اجلاء المصابين. كاين دابا الطريق كتبقى عامره، ولكن ما تقدرش دوز ديك المعدات اللي غادا تصاوب البطوات دابا حاليا باش يكون الضوء. طبعا المشكل ما كاينش الضوء، يعني بزاف المواد الغذائيه اللي كتمشي كيستوكيوها وكتخسر. بزاف المواد الغذائيه اللي مشات كتخسر، كتولي مهدده انها باش حيت كاين الحراره تما، ما كاينش تبريد، ما كاينش هذا ما كاينش هذا، فهمتي؟ الامور هذيك المواد الغذائيه كتخسر. زائد على هذا كاين تجار المآسي، منهم تمانيت، شي وحد يهضر ماشي منهم تمانيت تا ما كياخدو داكشي وكيعاودو يبيعوه. علاش؟ باش يربح فلوس هو. تا العام كامل وتا بارك ما خدام ما ردام، جيتي تا دابا بغيت تربح الفلوس على ظهر عباد الله. هذا هو اللي كاين، هذا هو المرض. مشيتي كدير كذا، شي وحدين الله يسمح ليهم ديتو المساعدات، هو ضروري يتبعوك وتفطر بالاركان وبالاملو. واش الناس في اركان واملو دابا؟ شي وحدين كيمشيو كيدورو على الدريات تما، كاين الدريات بساكن التلفات، كاين الدريه اللي ميتة لا والديها، كاين بنادم ما فاهمش حيت بنادم ما خارجش للمدينه، بنادم عمرو ما جا للمدينه، كاين بنادم اللي عمرو ما جا للمدينه تماك، ما كيفهمش العقليه ديال الناس ديال المدينه، كتمشي كتلعب عليهم، كتمشي كتلعب
باغي تزوج من مدينتك اخويا بارك الله. واش من المغادي باغي تزوج تماك، واش هذاك وقت الزواج دير على الفاتحة وندير لك الفاتحة ونديكم هذا وننقلك من هنايا. واش هذا وقت الزواج دابا وقت كذا غادي ديتي المساعدات وديماري الرو الدو الرو وهز طوموبيل وتلاح. تخلى رشيد العلال قال كاين دراري عندهم 14 15 عام، هادو واش كيعرفوا شي من المساعدات، اش كيعرفهم شي دواور. راه التخربيق هذا عباد الله. وكاين شي اساتذه كيوقفوا بالسلاح، الناس قال لك وقفوا عليهم بالسلاح بالسيوفه، حط داكشي ولا حط داكشي ولا نبالي بك ياك. وتاش طليتي على الموت ولد الحرام، طليتي على الموت، طليتي شتي الموت وباغي تفر. وكاينه هزات ارتداديه اخرين، راه البارح بالليل كانت، البارحه بالعشيه كانت هزه، واليوم الصباح اللي هو نهار الخميس كانت هزه ارتداديه 4.5، وباقي كتقول باغي تصفر باغي دير تهون عليك الصخره. قلت لك تهون عليك الصخره قلت لك. كما قال سي رشيد العلالي قال لك راه هول عباد الله هولت عليهم الصخره قلت لهم الطوموبيل. هو غادي قدامه كان تا هو تما كاينه حيت هو كيعرف الناس وكذا وداكشي كيساعد، كيحاول باش يوصل الاخبار بواحد الطريقه خاصه. حتى هو الله يرحم ليه الوالدين هذاك المجهود اللي دار تا هو، اللي دار قليل وكثير راه اللي دار قليل راه بحال اللي دار كثير، راه الاجر عند الله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ دابا هادشي خصو يدار ليه واحد التنظيم، واحد النظام. بقينا غادي خدامين بحال هكا راه ما كاين والو، والله ما كاين حاجه. كاين شي دواور باقا ما وصلهمش الماكله، وكاين شي دواور اللي شبعوا من الماكله وكيلوحوا. راه بنادم حيت عمرو ما كنعممش على كلشي، ما كنعممش على كلشي. راه بنادم كاين اللي ما عمرو ما شرا طون، هذاك الطون داير 300 ريال. كاين حيت كاين بواطات شويه كبار الناس كيصيفطوهم على قبل انهم باش يوفيو بالغرض. الطون كيدير 300 400، بواطات كبار شويه كياكلو النص كيلوح النص. ماشي لوح النص حيت فيها حتى ديك القضيه ديال انهم ما عندهمش ثلاجات، ممكن مكاينش دابا طلعو تما ممكن. دونك خصنا ميكونش عندنا التبذير. والله يجازيكم بخير الاخوان اللي مازال غتصيفطوا المساعدات وداكشي، حاولوا تقلبوا على طرق اللي هي مضمونه. والناس اللي غادي قوافل كيقول لك دابا شي حيت هاد الفئه كتقول لك لا لا عطيت لهذا راه ما غتوصلش لهم، تعطي للناس ديال السلطه نويها صدقه لله في سبيل الله، نويها تنيتك باغي ينوي الخير، خليهم هما راه غادي قايمين بشغلهم، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. وكنظن راه الناس ديال السلطه راه ما يديروش هادشي دابا، راه لانه الجيش هو اللي كيفرق، هو اللي كيدير هو اللي كيدير هو اللي كيدير. راه كاين واحد بعدا كاين شي حاجه كتوصل، كاين الناس وصلتهم عن طريق الدوله وعن طريق المساعدات الرسميه، عن طريق يعني كاين واحد الخدمات كبيره، واحد الخدمه كبيره كدير الدوله في هذا الاتجاه. راه كاين واحد الخدمه كبيره عباد الله، كاين مجهود كبير ولكن كيتعرقل. باش كيتعرقل؟ لانه باش كيتعرقل هذا المجهود، لان واحد الحاجه اللي هي خصنا نتفقوا عليها، هاد القوافل ديال المساعدات كيحاولوا انهم يستعملوا نفس الطريقه، وبالتالي لي زومبيلونس ما كيوصلوش، فرق الانقاذ حتى هما كيلقاو صعوبه باش كيدوزو لجويه اخرين، لان كيتصلوا بهم الناس وكتجيهم الاخبار انهم باقيين عباد الله حيين في شي جهات اخرين خصهم يمشيو ليهم. كيلقى راسو انه خصو يتسنى طوابير ديال السيارات،
وبعد المرات لان هذوك الجبال هما مازال الجبال هي جبال متصدعة متصدعة. يعني ممكن يوقع انجراف في اي لحظة، ممكن يوقع انجراف خطير في اي لحظة. والنموذج راه شفناه راه تبارطاج البارح واحد السيد الله يرحمه، من العمال ديال هادوك اللي يخدموا بالقروات وبالكلارك وداكشي. في اثناء التدخل ديالو لان كان خصو يفك العزله ديال واحد الطريق، جات واحد الحجره كبيره بحال الصخره هبطت عليه نهاية الحياه ديالو. ومع الهزات الارتداد ديال اللي كاينه بحال ديال البارح مع الربعة واليوم الصباح، مازال الصباح واقيلا ما تكونش الطريق عامره لان غيكون كلشي باقي كيحبسوا في الليل يستراحوا شويه حتى السبعة الثمانية. جاب الله الصباح كان ضرب مع السبعة. البارح في العشية راه كان الناس غاديين أكثر ما عمرينا ما صحاب القوافل المساعدات، يعني ما خدامينش. فاللي مزيان الناس يسافروا القوافل المساعدة داكشي، ولكن خصهم يعرفوا بعدا يكون اتصال مع السكان ديال المنطقة، الجمعيات المحلية ديال المنطقة، ويكون اتصال مع رجال السلطة. كنقصد برجال السلطة كنقصد القياد ولي كوموندو ديال الجيش، يتم الاتصال بهم. كنظن انا الا مشيتي قلتي لهم اشنو خاص ما غاديش يقولوا لك لا سير كذا ولا لا هادي. شنو الخصاص اللي كاين دابا؟ الناس اللي هما عارفين المنطقه دابا، الناس كيقلبوا دابا. واحد السيد قبيله شفتو بواحد الفيديو قال خاص اللي بغا يصيفط حوايج سخان للباس، مال الماكله راه موجوده، الماكله راه موجوده دابا. راه الجيش غادي بدا الجيش كيطيب الماكلات، بدا كيطيب الخبز، وحتى جهات اخرين غادي يعاونوا. المجالس الاقليميه هي خصها تعاون، ولكن الا من رحم ربي. ولكن الناس اللي هما كيديروا السياسه صراحه ما شفت حتى شي تدخل ديال شي واحد اللي هو من شي حزب ولا شي حاجه يدير واحد المبادره. عباد الله ما غادت انت بغيتي دير الاشهار للحزب ديالك ديرو. المهم دير واحد المبادره للناس، عتق الناس ساعد الناس وعتق الناس عيب الله، ماشي تعتق راسك. المهم نخليكم مع الفيديوهات اللي هو ديال الاعلامي ديال الجزيره اللي هو السي منير الرماش، تكلم على واحد الحاله وشنو وقع فيها. التدخل ديال السي رمداني اللي علق بزاف، وكان صبر حتى هو شحال هادي واش صبر ما بغاش يهضر على الموضوع كما قال من الاول في فيديو، ولكن بلغ الصيد والزوبه. كذلك كاين السي رشيد العلالي اللي تكلم على دوك الناس الدراري ديال 14 عام 14 15 عام وكيمشيو باش كيعمرو الطريق وكيديرو بزاف الحوايج. المهم هذا الفيديو كنهضرو فيه على هادشي هذا. كنبغينا ان شاء الله هاد هاد الافات هادي تمر بسلام، لان مازال كاين اهزاز ارتجاليه ومازال جاي الشتا وجاي عادو جاي ان شاء الله مقبلين على فصل. احنا دابا غندخلو فصل الخريف ومقبلين على فصل الشتاء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يشوف من حال هاد الناس، والله يلطف بينا الخوت، الله يلطف بينا والله يخرجنا من دار العيب لعيب. هادشي اللي نقولو. خليكم مع الفيديوهات، فرصة ممتعة والى اللقاء مع الفيديوهات. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في شي فرصة اخرى اللي تكون ما احسن ان شاء الله. وحنا غادي نبداو نرجعو تاني الفيديوهات ان شاء الله. والله يسهل الجميع والله يشافي المرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شي فيه نصيب وتصنص الناس العيال في نفس الكلام بالذوبات وتيقول لك لا بنتي سمحي لي ما خاصنا حتى شي نصابه واقيين. نقول لكم داكشي مبالغ فيه. داك النداءات اللي كتبقاو تصيفطوا لينا وتكتبوا في الكومونتيرات راه كلشي نصب. راه كيخرج عندك واحد وكيقول لك اسيدي دورنا راه دار وفاش دخلنا نديرو لديورهم وبقينا كيديروا ستوكات. واه ما يمكنش راه بحساب. ما خلينا ما ضربنا باش في الاخر كتمشي للدوار شاد مستوكي المساعدات وكيعاود فيهم البيع. قلنا ماشي مشكل، ضربنا دوميتور رجعنا
مشينا لواحد الدوار اخر تلقاونا عند الدوار، لا الله يرحم لكم الوالدين، غادي تحطوا المساعدات وغتمشيو لهذا الدوار كامل مردوم كامل طايح، راه خاصكم تحطوا المساعدات وتمشيو ما تفرقوهمش. وانا عندي الودنين قلت لهم لا الله يرحم لكم الوالدين واخا ما نفرقش، ولكن نشوف الدوار ونهضر مع الناس. فاش كنمشي للدوار الناس كيقولوا لا حنا الناس العيال مساكين بالدوامات وكيقول لك لا بنتي سمحي لنا ما خاصنا حتى شي حاجه، واش ما كتخافوش من الله؟ واش ملي كنفيقوا حنا سايقين في الكراجات في الحفاري في الدروب ما نعرفوش باش نوصلوا للناس اللي محتاجين المساعدات، وانتم ما كتقلبوا عليها فاش تعاودوا البيع؟ واش ما كترحموش ما كتخليوش رحمه الله تهبط ما قولوا لي؟ والناس عباد الله كاينين فوق زادات راه دواء وراه والله ما وصلتهم الماكله، وقبل ساكن ما كيوصلوا المساعدات تيتلقاو لك انت ويحيدوا لك داكشي ويقول صافي حنا كنفرقوه بداك الدوار مسكين والله ما وصلتو شي حاجه. ملي توصلوا الاولوز كاينين واحد النصابه واقفين هنايا، هذه تريبورترها بالكرهان اللي بالفانيات عندهم ترونسبور جايين باش يهزوا ديك السلعه في الله اعلم. كاينين السماطريه كاينين التجار ديال الازمات. حضروا راسكم فاش توصلوا الاولوز ما تعطيوش لاي واحد داكشي الا باش تشبعوا اولوز ساكنه غير متضرره، سالينا اولوز ساكنه غير متضرره كاين النواحي وحنا غاديين واحين حنا غاديين دابا فين كاين الضرر. دونك حتى من السماطريه هما واقفين نوريكم واقفين في كل بلاصه كيتسناو غير عمو فين غادي داكشي الله اعلم. الله يهدي هاد الناس والله يهديهم. الناس هنا راه مستافدين، اللي بغى يعطي شي حاجه يعرف فين يعطيها. حنا ضربنا كيلومترات طلعنا في الجبال ولقينا الناس عندهم، حنا باغيين نصبروا عندنا تما دوار في درنا دوار، راه كاع شي دراري شنوك عليهم داو مشى دوار بغاو لنا شي بزاف. راه باغي سمعتيني راه هما الدراري قالوا ما شاف سبحان الله حتى الدراري شنو قالوا لك اخويا؟ هادو والله ما فيهم خير والله قال لك بزاف السلعه والله ما فيهم خير. يلاه غير شوف شحال دابا هادشي فيه نصيب وتصمص. هادشي اللي كنحضروا منه في كثره السيارات ديال المساعدات. هاي السيده دابا تقريبا واحد الساعه حنا كنحاولوا نوصلوها. السبب الوحيد اللي ما مخليناش نوصلوا بالزربه الاسعاف والاسعاف توصل لنا حتى الطريق مفتوحه هي ان هاد السيارات المساعدات مبلوكيه الطريق، فالامبيونس ما قادراش توصل. الجيش مصيفط كنهضروا مع كوموندون قالنا واحد الامبيونس راه كتسنى هبطوا لعندها ما قادراش توصل لينا، والطريق قدامي ها هي مفتوحه ولكن كثره السيارات بلوكاتها. فبالتالي فاش كتبغيو تساعدوا راه تقدروا تبلوكيو حالات بحال ديال زهره. قبيله كانت كتهضر كانت واقفه معنا كرفسناها مسكينه في الطليع ودابا راه هي في هذه الحاله هذه والعائله ديالها معاها بلا ما نقول لكم الحاله ديال العائله. الله يخليكم فكروا الله يخليكم فاش تشوفوا شي طريق فيها غير مسافه ضيقه عليكم الله يجازيكم بخير ما تبلوكيوهاش. الله يجازيكم بخير تقدروا شي حاله بحال هذه تضروها بزاف. الله يجازيكم. السلام عليكم. صراحة ما كنتش باغي ندير أي فيديو في هذا الموضوع اللي كنعيشوه هذه الأيام، ولكن كتوقع بعض الأمور المستفزة اللي من الواجب للإنسان أنه يعطي رأيه فيها وينبه لها. قبل ما نمشي لهذه الأمور المستفزة بغيت نقول الله يرحم الوالدين لكل مغربي صغير كبير لاباس عليه فقير قاري ما قاريش اللي دار مجهود كبير أو بسيط باش يجمع مساعدات ويعاون خوتو المنكوبين. وشكرا بزاف للناس اللي تكلفوا خلاو خدامهم وخلاو شغلاتهم وخلاو عائلتهم ومشاو لعين المكان باش يديروا يد الله مع خوتهم المنكوبين. هادو هما الاغلبيه لحسن الحظ، ولكن كاينه واحد الاقليه. هاد الاقليه اللي بان في الساعات الاخيره واللي كتشوه بكلامها وبسطورياتها وبسلوكاتها كتشوه هاد المجهود الخرافي المبهر اللي كديروا الاغلبيه باش تعاون المنكوبين في هاد المحنه. هاد الاقليه بغيت نقول لهم هذوك المناطق المنكوبه الناس عندها الحرمه ديالها، ما كنتصرفوش فيها بحال الا خارجين بيكنيك، ما كنتصرفوش فيها بحال الا خارجين نتساراو، ما نتصرفوش فيها بحال الا غادي للعرس، ما كنتصرفوش فيها بحال الا غادي لشي بلاصه كنفوجو كنضحكو كنديرو ستوريات لتوثيق التاريخ. هادشي عيب وعار وماشي من الاخلاق ديال الانسانيه وماشي من الاخلاق ديال المغاربه. ملي كنمشيو لدار العزو كنلبسوا حوايج العزو، وملي كنمشيو لدار العزو كنتكلموا بالكلام اللي يليق بالبلاصه ديال العزو، وملي كنمشيو للدار ديال العزو كنتصرفوا التصرفات ديال المكان فيه الحرمه ديال الموت. حشومه بعض الامور اللي للاسف قلت كديرها فئه قليله، ولكن بكثره البارطاج بكثره التداول خفت لانها تغطي على المجهود الملحمي الخرافي اللي داروا المغاربه الصادقين. هذيك البلاصه فيها الموتى، فيها المنكوبين، فيها دراري ايتام، فيها عيالات فقدوا رجالهم، فيها رجال فقدوا عيالاتهم، فيها عائلات كلها ماتت. فبالتالي كاين الحرمه كيفاش كنتعامل، كاين واحد المساحه الحزن، كاين النكبه، كاين الحرقه. اذا الله يرحم الوالدين، حشومه نردوا ديك البلاصه بحال الا خارجين نتساراو، بحال خارجين نفوجوا، بحال خارجين نبدلوا الجو. وتما ماشي حديقه عوض الله، هذاك كما قلت ماشي بازار كنمشيو نتقداو منه،
هذيك بلاصه عندها الحرمه ديالها، اللي ما قدرش يحترمها، اللي ما قدرش يكون في الاجواء وفي النفسيه اللي كتليق بها ما يمشيش. واللي بغى يعاون راه كاين طرق اخرى يعاون. الله يجازيكم بالخير. وناس اخرين اللي كيعرف راسو بانه في شي ديال الكبت وعنده ميول غريبه يمشي يتعالج ويخطى عليه ولاد عباد الله، ويخطى عليه اليتامى، ويخطى عليه المنكوبين. وهذه رساله ونداء الى النيابه العامه والى الجمعيات الحقوقيه والى كل المؤسسات الوطنيه اللي المفروض انها تدافع وتحمي الطفوله. دوركم تحميو وليدات المغاربه اللي كيتعرضوا للتشهير وكيتعرضوا لبعض السلوكات غير المقبوله. دوركم، واجبكم. الله يرحم الوالدين، وقفوا علينا هذا الشيء. خليو الجو للمغاربه الصادقين اللي مخبيين، اللي كيتصدقوا كاع ما كيبانوا، اللي كيديروا الخير وكاع ما كيبانوا، اللي كيعتقوا الارواح وكاع ما كيبانوا، وحتى الا بانوا كيبانوا بصوره مشرفه تليق بالاجواء الحزينه اللي كاينه في البلاصه. نعاود نقولها، ماشي حديقه، ماشي بازار، ماشي قيصريه. ما غاديش الموروكو مول ديروا لنا تما في لي ستوري اللي كيشوهوا وكيحقروا وكيهينوا الكرامه ديال دوك المغاربه. هذوك ماشي قروده، هذوك عباد الله، هذوك ماشي قروده، هذوك مغاربه بحالنا بحالهم. الالطاف الالهيه خلتهم على قيد الحياه، ولكن فقدوا الاقارب ديالهم. كان ممكن انا ولا انت ولا الاخر او الاخر او الاخر هو اللي غادي يكون تما ويتالم. تبغي اللي يجي يصور لك ولدك بديك الطريقه المهينه؟ تبغي اللي يجي يصور لك والديك بديك الطريقه المهينه؟ تبغي اللي يجيب نص بسكوي ويدير ستوريات باش يدخل في الادسانس ويدخل في اليوتيوب؟ حشومه هذا الشيء، غير مقبول هذا الشيء، هذا كيضر في الخاطر هذا الشيء هذا. خليو الصادقين يخدموا، خليو الصادقين يخدموا، خليو الصادقين يخدموا. اللهم اني قد بلغت، اللهم اشهد. والله يرحم الناس اللي توفاو، والله يشافي الناس اللي تعتقوا، والله يشافي حتى دوك الناس اللي كيديروا هاد السلوكات بحال هكا. والله يهدينا جميعا. والسلام عليكم. السلام عليكم اخوان. يلا تلقيت دابا واحد المكالمه مع الناس ديال الوقايه المدنيه، قال لي الله يخليك هضر على هذا الموضوع. راه الطرقان واحد الاكتضاد خطير، راه كتشكل خطوره على الناس، ماشي اي واحد يشطون بغيتو يطلع. عندكم مساعدات بغيتو تعاونوا الناس، يتجمعوا هذا الشيء كامل في كاميو واحد ويطلع، ماشي طالعين 6 طوموبيلات. والدراري الصغار، واحد عنده 16 عام 15 عام، ما فهمتش انا. كلشي باغي يطلع وراه كتسدوا الطرقان وكتشكلوا خطوره على راسكم بعدا. لانه انا فاش كنت جاي من دوك الدواور في الطريق لقينا طوموبيله 500 ماتوا تقتلوا لانه حجره طاحت عليهم من الجبل. راه الجبل مازال كاين واحد الحجر، راه كاين خطوره. والطرقان الطريق يلاه كدير طوموبيل وحده، يعني كاين مشكل باش يدوزوا جوج طوموبيلات. هادشي كامل الخطوره كاينه، وبنادم بلا عقل طالع تيجري تما. الله يخليكم، راه عارف بانه الا كان النيه ديالكم انكم تعاونوا دوك الناس، عاونوا حتى هاد الناس هادو اللي مساكن كيتقاتلوا باش يوصلوا المؤونه ويوصلوا هذا والله احنا دابا داخل لومبيلونس، داخل سيرة اسعاف السيده هنايا. اسعاف ما قادرش يمشي بسبب الطوموبيلات اللي مبلوكين. يا عباد الله، الله يجازيكم بخير. ها ما قادرش يزيد، ما قادرش يزيد. جالسين كندوروا قبايله. فين لا حول ولا قوه. السلامه. لا حول. الله يخليكم. جالس كتسلك. السلام عليكم. واحد الحاله عاجله جدا الله يخليكم. حنا في دوار اخبار، السيده خالتي زهره راه مضروبه ما كتنفسش مزيان كاع، وراه اتصلوا هذا الملعب هذا تقدر الهليكوبتر تنزل فيه، ومفروض تجي دابا الهليكوبتر تهز السيده فعلا في حاله سيئه بزاف. ما عرفتش شنو عندها في الريه، حنا ما فهمناش، ولكن مزيره شي حاجه على صدرها ياك ما كتنفسش. بالضبط كتواجد في دوار زريت. دوار زريت الملعب ديال الكره. هي كان ملعب الكره، كان ملعب الكره دوار زريت. راه الهليكوبتر قالوا لهم راه غيوصلوا، غير حنا شي كوموندون شي ضابط من الجيش ما كيردش. ولكن الحاله عاجله، السيده فعلا ما باش نخلع زعما، ولكن التنفس بدا الله يحفظك يقل. فالله يخليكم اللي عنده شي تواصل ولا الله يخليكم دوار زريت، الله يخليكم في الملعب ديال الكره كنتسناو الهليكوبتر. الحمد لله بعد الطريق الشاق الحمد لله تمكنت زهرة من الوصول إلى مكان حيث التقينا سيارة الإسعاف. سيارة الإسعاف أتت بنا إلى هذا المكان، أخذتنا معها كذلك بتنسيق مع القوات المسلحة، مع رائد
يقود العملية هنا، عملية الإنقاذ. صراحة تعامل القوات المسلحة كان ممتازا، أما الأطباء فهذا حدث ولا حرج ما شاء الله. الطبيب يقول إن الحالة حرجة تستدعي نقلها بشكل عاجل بمروحية، ننتظر المروحية لنقلها نحو مستشفى. فصراحة الأمر كان مخيفا مرعبا جدا، خصوصا في اللحظات التي فقدت الوعي وكان بجانبها يعني ابن أخيها، وكان هناك توتر وخوف وحزن أن الطريق مقفول من طرف المساعدين والحمار والناس. فالحمد لله، الحمد لله هي الآن آمنة ومرتاحة، وإن شاء الله تعالج يا رب في أقرب